يا صباح الورد والياسمين على الحلوين. النهاردة جيت ليكم بوصفة مش جديدة، وصفة فيها ريحة أمهاتنا وجداتنا والناس الطيبة الأصيلة. كيكة الطيبين أو كيكة الذرة أو البسيسة، بس بتركات لذيذة. ما تنسوش اللايك ويلا بينا نبدأ. في بول عندي هحط 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ زي ما بأكد عليكم كل مرة، وهضيف عليهم كوباية ونص سكر ونص معلقة صغيرة فانيليا. قلبي بقى بالمضرب اليدوي او الكهرباء او الخلاط، المهم توصلي للقوام الفومي ده. بعد كده هضيف كوبايه حليب ساخن، او كوبايه عصير برتقان، او كوبايه عصير يوسفي زي ما تحبي وتفضلي. اهم حاجه العصير يكون بدون ميه ولا سكر. ضفت كمان كوبايه الا ربع زيت على سمنه، او زيت على زبده المتاح عندك، او حتى زيت بس. ومعلقه كبيره من الخل ما تنسيش. قلبي كمان تقليبه. وبعد كده ابدأي نخلي المكونات الجافة. كيس بيكنج باودر حوالي 16 جرام، ونص كوباية كاسترد أو نشا. أنا بفضل الكاسترد لأنه بيدي طعم ولون حلو قوي للكيكة. كمان ضفت كوباية دقيق أبيض عادي، وكوباية ونص دقيق ذرة أصفر حوالي 250 جرام، ده النوع اللي أنا استخدمته، اسمه راجب العطار. آخر حاجة ضفتها رشة من الملح، وبقلب تقليب خفيف كده من تحت لفوق لغاية الدقيق ما يختفي تماما. وعندي هنا بقى قالب واسع، عشان انا مش عاوزه الكيك يكون عالي قوي. لو انت عايزاها عاليه استخدمي قالب اصغر شويه، يعني 26 28 وانت طالعه كده. القالب متبطن كويس بالزيت والدقيق. نزلت بخليط الكيك وخبطتين 3 كده علشان ما يبقاش فيه فراغات، وبدخله فرن سخن مسبقا على درجه حراره 180 حتى تمام التسويه. بختبر التسويه طبعا من وسط الصينيه بخله او بعصايه الشيش طاووق. وفي الاخر زينت الكيك بشوية من جوز الهند، وده اختياري طبعا. شايفين الكيك طالع ما شاء الله زي ما انتم شايفين. قدموا بقى مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن لأحلى فطار او عشاء او حتى نقنقة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير. كنت معاكم شيماء الحلواني، مع السلامة.